السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المغاربة الأحرار، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. فوزي القجع رفض القرار ديال الكاف بتوجيه فقط تنبيه للجزائر بسبب الخروقات اللي داروها في الشان في حق المغرب. تمور جزائرية تغزو الأسواق المغربية قبل رمضان، وعملية تزوير كبيرة من طرف التجار المغاربة. ما نبدا لا فيديو هنطلب منكم دعمونا بلايك فضلا وليس امرا. انتفض فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقال بأن الجامعة دارت إجراءات ديال استئناف ديال قرار لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية المتعلقة بعدم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للمنتخبات المحلية اللي نظمته ببلاد اللي ما عندها شان في بداية شهر فبراير الأخير. وقال القجع في حديث مع راديو مارس على أن القرارات الصادرة من الكاف لم ترضه وإنها غير منصفة، مشيرا إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت باستكمال إجراءات ملف الطعن والاعتراض عليها أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف وفقا للقوانين المتعلقة بالموضوع. كما أكد بأنه المغرب ما غاديش يقبل بالهوان، وعلى حد تعبيره كيف قال هو ولو يبقى عرق واحد ينبض فينا، خاصة فيما يتعلق بأمور كتمس بالوحدة الترابية أو الإساءة، مشيرا إلى أن الجامعة كتستأنف هذا القرار وعقوبة اللجنة التأديبية التابعة للكاف لأنها أقل بكثير من سقف المعقول، خصوصا أن هناك سوابق أقل من هذا وتمت دول معاقبتها، يعني ماشي غير تنبيه. وأكد بأنه المغرب عنده مهلة وقام بإعداد الملف مع استشارة قانونية قوية، وماشي معقول باش يدوز هاد الشيء اللي وقع في الشان وكيفاش أنه تهجموا على المغرب سواء السياسيين أو لا الجمهور، ويدوز هاد الشيء بخير وسلام. وقال القجع منعنا من استعمال ناقلنا الرسمي والتنقل عبره وفق ما يكفله لنا القانون، شيء لا يمكن القبول به، وشتم الجماهير للمغرب والمغاربة اللي كتنافس على لقب الأفضل عالميا. حتى هذه لن تمر مرور الكرام، وبطبيعة الحال لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل الافتتاح بخطاب شخص فاقد للشرعية، وتحديدا لمضمون الخطاب اللي استهدف المملكة ووحدتها الترابية مباشرة. أضاف فوزي القجع في حالة أنه الكاف ما نصفش المغرب فالمغرب غادي يمشي لحد التقاضي في المحكمة الرياضية الدولية، يعني الطاس، باش ياخد حقه، وما غاديش نتنازلوا كيف قال القجع ولو يبقى فينا غير عرق واحد ينبض. هذا الشيء يظهر بأنه البطولة ديال إفريقيا اللي غتقام في الجزائر لأقل من 17 سنة ما غاديش يشارك فيها أيضا المغرب، لأنه الجزائر لم تعاقب، ولأنه أكيد بما أنها لم تعاقب فغادي تدير نفس التصرف مع الفريق ديال أقل من 17 سنة. القجع خلى الكنيشات ديال العسكر حتى ادلاو بتصاريحهم وخرجوا قال لك هما اللي كيعترضوا خاص المغرب هو اللي يتعاقب. علاش المغرب غيتعاقب؟ لانه الجمهور ديال الحضيره سبوا ونعتوا بالحيوان وكلام نابي اخر، ولانه واحد طلع كيهاجم وكيقول نمشيو نتحاربوا في الصحراء المغربية، ولأنه رفضوا باش يعطيو تصريح للطائرة المغربية باش تدخل مباشرة للمدينة اللي غيلعب فيها الفريق المغربي، ومنعوه من أنه يدافع على اللقب ديالو اللي هو في آخر نسختين ديال الشان كان من نصيب المغرب. ففوزي القجع خلى الكنيشات حتى سلاو من نبيح، بعد ذلك دخل هو بالضربة
القضية. وإلا كانت الكاف ولا رئيس الكاف تمتع بالجواري الجزائريات لمدة شهر في الجزائر، وهذا الشيء اللي خلاه ما يديرش العقوبات، ولا هادوك الناس ديال الكاف اللي مشاو وجلسوا شهر في الجزائر، يعني كيف كنقولوا واكلين شاربين راكبين على الحمار، وراكم عرفتوا شكون هو الحمار. فالمغرب الى ما نصفوش الكاف في المرحله الاستئنافيه غادي يمشي للطاس، والطاس كتنصف كل شيء. غير ذلك كل عام عندنا نفس الكلام، تمور جزائريه كتغزو الاسواق المغربيه رغم القطيعه بين البلدين. يعني راه البيع والشراء بين البلدين ما كاينش. كيفاش كدير تدخل هاد التمور الجزائريه للمغرب؟ والى دخل التمر بطريقه غير قانونيه للمغرب عبر الحدود، يعني راه ممكن يدخل السلاح. المشكل انه هناك تجار مغاربه، تجار اللي ما عندهمش الضمير واللي كيقلبوا على البرخص، ولانه التمور الجزائريه رخيصه وكيرفضها دابا الاتحاد الاوروبي. فشكون اللي غياكلها؟ المغربي. تمور مسرطنه اللي هي كتخرج من نخيل اللي هو مزروع في المناطق ديال النفايات النوويه، وكتسقى بالمياه العادمه. تمور اللي دخلت البلاد بلا ما يدار عليها حتى شي مراقبه صحيه، دخلت بطريقه غير شرعيه. تلقفوها التجار المغاربه، وباش لانه هاد التمور داخله ما مخلصه عليها ضرائب، ما دارت عليها مراقبه طبيه، ما حتى شي حاجه، غادي راها تغزو الاسواق. بل هناك اكثر من ذلك، انه تجار مغاربه كيبدلوا كرتونه، كيهزوا التمر الجزائري وكيديروه في كيديروه في كرتونه ديال التمر المغربي، لانهم كيعرفوا انهم المغاربه الكثير منهم كيرفضوا باش يشريو التمر الجزائري، فكيتم الاحتيال ايضا على المغاربه بهذه الطريقه. وايضا للتحايل على المراقبه ولا المراقبين الصحيين اللي غادي يسولوا على الفاكتورات ديال هاد التمر، كيفاش انه دخل منين جا، فكيقلبوه لكرتونات ديال التمر المغربي. لذلك خاص المغاربه يكونوا كيعرفوا الفرق ما بين التمر المغربي والتمر الجزائري، باش ما يتمش الاحتيال عليهم والنصب عليهم وعلى الصحه ديالهم. خاص بنادم يسول هاد كثره السرطان اللي عندنا في البلاد منين جاي؟ هاد التجار اللي بدون ضمير كيتاجروا في الصحه ديال المغاربه وبالغش وبالتزوير وعن طريق شراء تمور بطريقه غير شرعيه، اللي دخلت ايضا للبلاد بطريقه غير شرعيه، بما انه العلاقات مقطوعه، علاقات تجاريه ما بين المغرب والجزائر مقطوعه تماما. داك الشيء علاش كتدخل بطريقه غير شرعيه. واش هاد التجار ولا حتى الناس اللي غيشريو التمور اللي غتكون ما تبدلاتش ليها الكرتونه، واش متاكدين بان هاد التمور ما تمش التصميم ديالها باش انهم ياكلوها المغاربه وتوقع لهم مشاكل صحيه؟ حنا كنعرفوا درجه الكره ديال العسكر الجزائري والشعب الجزائري للمغاربه. فالمغاربه خاصهم يكونوا يقظين جدا ويحاولوا انهم يمشيو ويشريو التمور اللي بعيده ما كتشبهش ابدا للتمور الجزائريه. هذه هي الطريقه الوحيده باش يحافظوا على صحتهم وسلامتهم ومن شي كارثه الله يستر اللي توقع بسبب هذه التمور اللي ما تمش ابدا المراقبه ديالها من طرف وزارة الصحة، لأنها دخلت بطريقة غير شرعية. بوشكرة كيحاول أنه يقضي على الصحة ديال المغاربة وكيهمهم فقط الربح ثم الربح ثم الربح على حساب صحة المغاربة. كنتمنى اللي وصلته المعلومة يوصلها أيضا باش المغاربة يكونوا على بال. كنتمنى تخليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق في الموضوعين. شكرا بزاف وإلى اللقاء.